ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن اليوزر فلو. هنعرف مع بعض ايه هو اليوزر فلو وليه بنستخدمه، وهنشوف مع بعض ايه انواعه وامتى بستخدمه في الديزاين بروسيس. اليوزر فلو هو عبارة عن خريطة بتوضح الخطوات الكاملة اللي المستخدم بياخدها لما يجي يستخدم البرودكت. وبداية الخريطة بتوضح نقطة الدخول المستخدم للمنتج، سواء كان ويب سايت او ابلكيشن زي اونبوردنج سكرين او هوم بيج. ونهاية الخريطة بتوضح الاكشن الاخير اللي المستخدم بياخده، زي صفحة تشيك اوت او لوج اوت. والعملية ديت بتسمح للمصمم او الديزاينر ان هو يحلل ويحسن من اليوزر اكسبيرينس. هنلاقي عندنا في الصورة شكل اليوزر فلو عامل ازاي، وهنلاقي ان متوضح في الخريطة اشكال مختلفة. كل شكل من دول بيوضح عملية معينة. يعني مثلا شكل الدايموند او الجوهرة بيعبر عن قرار، عشان كده بيتبعه سهم مكتوب عليه يس او نو، ايوه او لا، وده بيبقى اجابة للقرار. ومثلا عندنا الدايرة بيوضح ان في اكشن او تاسك لازم يتاخد. والمستطيل او الريكتانجل بيرسم لي او بيوضح لي الاكشن اللي انا واقف عليه. وهنلاقي في الصورة على الشمال شكل كل اكشن مشروح عليه هو بيعمل ايه. طب احنا ليه بنستخدم اليوزر فلو، وليه اليوزر فلو مفيد للديزاين بروسيس؟ تصميم اليوزر فلو سواء كان لويب سايت او موبايل ابلكيشن ممكن يبقى مفيد لو انت بتصمم منتج جديد او بتحيي منتج قديم. واليوزر فلو بيبقى مفيد لو انت بتصمم واجهة مميزة، فده بيساعدك ان انت تحسن من سهولة التحرك في البلاتفورم بتاعك. وكمان بيأكد ان المستخدم مش بيضيع وقته في التفكير في الخطوات اللي ممكن ياخدها عشان يخلص تاسك معينة. فانت لو بتعمل بلاتفورم معين سواء كان ويب سايت او ابلكيشن، عشان المستخدم يخلص التاسك في البلاتفورم دوت بيبقى قدامه اكتر من طريقة. واليوزر فلو بيوضح لك كل الطرق الممكنة اللي المستخدم ممكن يمشي فيها عشان يخلص التاسك ديت. وكمان بيساعدك ان انت تحسن من كفاءة الانترفيس اللي انت بتصممها كديزاينر. وكمان من فوائد اليوزر فلو ان هو بيساعدك في تقييم الواجهات اللي اوريدي بتبقى موجودة. فانت لو عندك برودكت او منتج اوريدي شغال، اليوزر فلو بيساعدك ان انت تعرف ايه الحاجات اللي شغالة وايه الحاجات اللي مش شغالة. وكمان بيساعدك تعرف ايه النقط او الاماكن اللي محتاجة تحسين. وكمان بيوضح لك اليوزر او المستخدم بيبقى واقف او متعطل في انهي نقطة، وده بيساعدك ان انت تصلحها. واليوزر فلو كمان بيبقى مفيد ان هو بيساعدني ان انا اقدم المنتج بتاعي للعميل. فهو بيوضح بسهولة شكل مسار المنتج هيبقى عامل ازاي للستيك هولدر، وبيمنح نظرة رئيسية لشكل الانترفيس اللي انا صممته وازاي هو المقصود ان هو يشتغل بشكل فعال. طب ايه هي انواع اليوزر فلو؟ انا اليوزر فلو عندي 3 انواع، وكل نوع منهم بيختلف على حسب المنتج او التصميم اللي انا بصممه. اول نوع عندنا هو التاسك فلو. التاسك فلو بيوضح ازاي العميل هيمشي في البلاتفورم عشان يخلص تاسك معينة. وده في العموم بيوضح ان مفيش غير طريق واحد بس المستخدم ممكن يمشي فيه، والطريق ده ما بيبقاش فيه اي تفريعات او اي طرق موازية. وبستخدم النوع ده لما ببقى متأكد ان كل المستخدمين هيخلصوا التاسك بنفس الطريقة. يعني هيبدأوا من نفس نقطة البداية وينتهوا عند نفس نقطة النهاية، ويمشوا في نفس الطريق من غير اي تغيير. تاني نوع هو الواير فلوز. الواير فلوز هو خليط بين الواير فريم واليوزر فلو، وده بيستخدم لوحات التصميم كعناصر في الدياجرام. وكمان بيساعد المستخدم يعرف كل صفحة بتودي على فين، وبيحسن من اليوزر اكسبيرينس. واخر نوع هو اليوزر فلو. اليوزر فلو بيركز على طريقة تفاعل التارجت اودينس مع المنتج. فده بيوضح ان مش كل المستخدمين ممكن يعملوا نفس التاسكس بنفس الطريقة او يمشوا في نفس المسار. وده في الاغلب بيبقى متصل ببرسونا معينة ونقطة بداية معينة. فانت لما تيجي تستخدم النوع ده خلي بالك ان ممكن يبقى عندك اكتر من سيناريو بيبدأ من نقط مختلفة. طب انا امتى بستخدم اليوزر فلو في الديزاين بروسيس؟ اليوزر فلو بيستخدم في مرحلة التخطيط او البلاننج ستيج بعد ما بعمل اليوزر ريسيرش. وده بيبقى جزء مهم للفاونديشن اللي ببني عليه المنتج بتاعي، وكمان بيستخدم كريفرنس للديزاينرز التانيين. بعد ما جمعت الداتا من اليوزر تيستنج، اليوزر فلو بيساعدني احدد عدد السكرينز اللي انا محتاجها والترتيب اللي المفروض يظهروا فيه، وكمان المحتوى اللي كل شاشة بتقدمه. وبكده نكون اتكلمنا مع بعض عن اليوزر فلو، وعرفنا كمان مع بعض ايه هو اصلا اليوزر فلو وليه بنستخدمه، وشفنا مع بعض ايه الانواع بتاعته، وعرفنا امتى بنستخدمه في الديزاين بروسيس. اتمنى اكون افدتكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي.